التبرع بالدم مسؤولية حياة وقصة عمل جاد لكفاءات مغربية تحمل أمانة نقله من المتبرع إلى المريض بالمملكة. لا مجال للخطأ، لأن المسألة ديال التحليلات ديال الأكياس هي مسألة جد حساسة، هي مسؤولية ديال التقني، هي مسؤولية الممرض، هي مسؤولية الطبيب، هي مسؤولية الإداري، هي مسؤولية الجميع. المركز الجهوي لتحقن الدم بالدار البيضاء نموذجا يفتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع. عندنا أكثر من 610 ديال المرافق الصحية، وبالتالي كنتوصلوا يوميا بأكثر من 480 طلب اللي تنخرجوا بها 500 حتى 600 كيس في اليوم. عبد المجيد مواطن مغربي يواظب على التبرع هنا، وتمر هذه العملية بمراحل روتينية دقيقة. كنتأكدوا من السلامه ديال المتبرع، لان سلامه المريض هي من سلامه المتبرع. واللي كنبغي نشير ليه انه في هذا الاسيت ايتاب لا فكيتبين لنا ليجيبيليتي، شكون اللي غادي يعطي وشكون اللي ما غادي يعطيش. فمن بدايه من هذه المرحله فكتبدا رقمنه التبرع بالدم. يلتحق المتبرع بهذه القاعة، وهنا تستكمل عملية الاستقبال في شقيها الإنساني والرقمية، خاصة وأن هذه العملية الرقمية تستمر في جميع مراحل مراقبة كيس الدم المتبرع به. كناخذ العينات كندخلهم في السيستم، عاود كنكونفيرمي كونكوا راه داز عندي في لاصال دو بريليفمون، صافي كنجلس حتى الدونور كنراقبو حتى كيسالي. هادو كيتعتبروا بحال الاسره ديالي الثانيه، وقت ما احتاجونا كنلبي لهم الطلب ديالهم تقريبا من 2013. ومن هنا يبدأ مسار التحليلات الدقيقة لكيس الدم المتبرع به، وأولى المراحل تتجسد في هذا المختبر الخاص بالتحليلات، حيث يتم الكشف عن فصائل الدم، وعبر هذا الجهاز الحديث تمر قنينة الدم في اختبار تحليل الدم وتفريقه عبر مرحلتين ليقدم النتائج الدقيقة المتوخاة. هذا الكيس اللي كيجينا المتبرع وكنتلقاو المتبرع، يعني كيدوز من 14 المرحله او ل 14 البروسيس، فيها المراقبه والمراقبه الثانيه والمراقبه الثالثه باحدث الاليات العالميه. وهذه الاليات هي اللي كتسمى اوتوماتيكيه، يعني ما كاينش تدخل ديال الانسان. كنعطيوها العينه ديال المتبرع، هي كتقوم بالتفريق الدم والمحاليل في واحد لابلاك. هاد لابلاك هذه كتقوم بالتفريق ديال المحاليل، بعد ذلك كتمشي لواحد الحاضن، ومن بعد تبقى واحد الساعه تقريبا ديال الحضانات والماكينات، بعد كتعطينا النتيجه انها كاينه واحد الكاميرا لداخل اللي ما تنشوفوهاش، كتقرا النتيجه وكتطبع لنا النتيجه اما في الكمبيوتر وعبر الاوراق. ونظير ارتباط مادة الدم بأمراض فيروسية خطيرة، خصص هذا المختبر المرقمن 100% للكشف عن الفيروسات المتنقلة عبر الدم، وزود بأحدث الآليات التي وطنت المملكة كأول بلد إفريقي يستعمل هذه التقنيات، وبإشراف كفاءات قضت عقودا من الزمن في تحمل هذه المسؤولية النبيلة. التحاليل اللي كنقوموا بها هي كما كتشوفوا في الصورة، هناك مرض PPH أو سيفيليس، هناك مرض ACV أو مرض الكبد نوع بي نوع سي. هاد أكياس بمجرد ما كنلقاوها إيجابية فيتم تدميرها ويتم عدم إعطاؤها بتاتا للمريض لكي لا يصاب بمرض لا قدر الله. بعد التأهيل البيولوجي للدم والقيام بالتحليلات المخبرية اللازمة، ندخل مختبرا آخر وفيه يتم تفريق الدم لمشتقاته الثلاثة: الكريات الحمراء، الصفائح الدموية، والبلازما، بأحدث الآليات الأوتوماتيكية والرقمية المستعملة عالميا. وقبل ذلك يتم وزن أكياس الدم، وعليها أن تزن ما بين 450 و 480 مليلتر، فإذا كانت أقل أو أكثر لا تستعمل.
داك كيوصلوا لي دوني تاع سيرولوجي وهذاك في ليتيكتاج كوم كوا هاد البوش ما كتبقاش فيها الشكل، كتعود عندها واحد سميتو فيها لي زاناليز تاعها السيرولوجي كلها وفيها الجروباج تاعها وديما كودا افيك سون كودا بار. بالنسبه حتى لي بلاكات والبلازما. وفي مسار التدقيق الطويل لكيس الدم نتواجد الآن بالمصلحة الخاصة بترقيم أكياس الدم، لكن عملية الفحص والتدقيق لم تنتهي بعد. كنضربوا الكودابار ديال لابوش كتخرج لنا ان ايتيكيت. الا كانت ليتيكيت فيها المعلومات كامله ديال الدم، يعني التحاليل كلها منجزه، كتخرج لنا ايتيكيت على هذا الشكل هذه اللي هي فيها فصيله الدم والفينوتيب ديال المريض ديال المتبرع والكودابار ديال نفسه ديال المتبرع اللي عطانا. كاين حاله اخرى بعض مرات كيخرج لنا تحاليل ناقصين اللي تيكونوا ما منجزينش، كتخرج لنا ايتيكيت فيها اسماء التحاليل اللي ناقصين لهذيك لابوش، كتبقى كترجع اغوفير. وكاينه حاله اللي بعض المرات كتكون المتبرع عنده شي مشكل في التحاليل ديالو كيكونوا بوزيتيف، كتخرج لنا بوش ادي تخويخ ما كنستعملوهاش كنرميوها. نحن إذن في المرحلة ما قبل الأخيرة، ونصل هذا المختبر المكون من مصلحتين، إحداهما خاصة بالمتبرع والثانية بالمريض لمطابقة الطلبيات مع ما هو متوفر في بنك الدم. كناخذوا بحال مثلا شي مريض عنده واحد لونتيكور واحد لونتيجين عاد كيلقى واحد المضادات عليه، دونك كنبقاو نقلبوا يوم يومين باش كنلقاو اللي كاين بعض المره بعض الانواع كتكون غاغ، يعني قليل فاش كنلقاو. هذا اللي كيبان لك هنا هذه كيفاش دوك لي زيتاب المراحل اللي كيدوز كيفاش كيتهز هذه اوتومات كتخدم بوحدها. حنا كنعطوها البروغرام اللي كنعطوه كدوز بحال ملي كتسالي كتعطينا الريزلتا ديالها. وبعد هذه الرحلة في قصة مراقبة وإعادة مراقبة الدم المتبرع به قبل أن يصل إلى المريض وفق النظم العالمية المنصوص عليها من طرف المنظمة العالمية للصحة، نصل مرحلة التسليم والمراقبة الأخيرة وفق ما هو متوفر وما هو مطلوب من المؤسسة الصحية الوطنية. هذا النموذج هذه بحال مثلا نقولوا هذا المرض هذا ها هو طالب 3 خنيشات تاع الدم، وهي التحليله ايغاي سابيل ان فرونسي لا روشيز داغليتين ايريغولي، يعني بحال عنده واحد لونتيكور زاد عنده واحد لونتيكور رباه في الجسم ديالو، دونك الا كان عنده شي حاجه ايترونج الدم ديالو كيبدا يتكواكيلا، دونك يعود خطر عليه، دونك حنا خصنا تيكون مناسب عاد ممكن نعطوه الدم. ولأن التبرع بالدم مسؤولية حياة وقصة عمل جاد ونبيل. كنعاود نأكد للمواطنين أن الأكياس اللي كتخرج من المركز هي أكياس 1000% آمنة. فهذه الكفاءات المغربية تحمل دائما وبكل أمانة مسؤولية نقله من المتبرع إلى المريض، مجهودات تعزز الخدمات الصحية التي تسهر على تقديمها مختلف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما تعزز هذه الخدمات الصحية مسار تنمية الخدمات المقدمة في باقي المجالات للمواطن المغربي بالمملكة.